بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا نستمر في التفسير. نختار اليوم إن شاء الله سورة قصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الآن جماهير العلماء على أن هذه السورة سورة مكية. الجماهير انه هذه السورة سورة مكية، الا انه بعض العلماء نتيجة وجود فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، قالوا اول 3 آيات مكية والثلاث الثانية مدنية. طبعا قضية مدني ومكي هذا علم قائم بذاته في علوم القرآن، ولكن مش دائما بيكونوا العلماء موفقين في الحكم أن هذا مدني أو مكي، لأنه مش كل السور أو الآيات وردت فيها يعني أخبار أنه هذا مكي هذا مدني. أنت ممكن تجد سورة من السور يختلفوا فيها العلماء هل هي مكية ولا هي مدنية. سورة الرحمن مثلا هل هي مكية ولا مدنية؟ في خلاف، وغالبا الخلاف وين بكون لما يكون ما فيش خبر صحيح، ثم ينظروا في المعاني في السورة، فمن خلال النظر في معاني السورة بيقدروا يقدروا هذه مكية أو مدنية، لأنه معروف أنه في المرحلة المكية كان في تركيز على قضايا بعينها، في المرحلة المدنية صار التركيز إضافة على المعاني الأولى معاني أخرى تشريعية وتفصيل وإلى آخره. يعني في للمكي خصائص وللمدني خصائص بيجعلهم مرات يعني يخوضوا في موضوع إنه هذا مكي ولا مدني. هذه السورة الجماهير على أنها مكية، وهذا في رأيي هو الصحيح. لكن مثلا مفسر زي سيد قطب في كتاب الظلال هو بيرى انه لا، هو بيقول الارجح انه 3. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، انه هذا ايش؟ مكي. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الى اخره انها مدنية. طيب اذا الفهم مرات فهم المعنى ممكن هو اللي يخلي بعض العلماء يقول لا هذا مكي او مدني الفهم. طب هل كان الفهم بيكون مرات دقيق وصحيح؟ خلينا ناخذ اذا قول جماهير العلماء على ان السورة كلها مكية مش مدنية. حتى نهيئ للمسألة، في وهم عند الناس بظنوا انه يعني اهل الشرك قبل الاسلام ما كانش لهم صلاة وما كانش لهم عبادة. قل في المرة الماضية قلنا الله سبحانه وتعالى عندما يقول على لسان الكفار شو بيقولوا لما نسألهم ليش انتم بتعبدوا الاصنام، شو بيردوا بيقولوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله. وبدي انبه هون انه احنا في المرة الماضية اضفنا واو، وهذه اضافة واو خطأ. يعني الآية مش وما نعبدهم، الآية ما نعبدهم بدون واو، بلاش تلزق في بعض اذهان البعض. هي اذا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله. اذا في عبادة لله وعبادة للاصنام، وعبادة الاصنام بشان تقرب الى الله. طب كانوا يحجوا يطوفون بالكعبة، يذهبون الى عرفات ومنى وتفاصيل. كانوا يعتمروا، كان في عمرة. كانوا يصلوا،
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. يعني صلاتهم كانت شكلية إلى حد إنها مجرد أصوات، مجرد أصوات، شكل أكثر منه جوهر. إذا في صلاة ولا ما فيش؟ في. أنت لما بتنظر للمرحلة المكية والمرحلة المدنية تجد 35% تقريبا، 35% من ألفاظ الصلاة يعني المشتقات صلوة 35% نازلات في المرحلة المكية. إذا في كلام بكثافة عن الصلاة في المرحلة المكية 35%، وفي ظني هي أكثر من 35%، لأن أنا مش حاسب مثلا هذه السورة اللي أنا عم بقولها إنها مكية، وفي غيرها زيها حسبوها مدنية لأنه فيها كلمة صلاة. يعني ممكن نتفاجأ إنه نص بنص، بمعنى إنه مثل ما كان في كلام عن الصلاة في المرحلة المدنية في كلام مثله عن الصلاة في المرحلة المكية مع قلة المسلمين وأحيانا دعوة سرية وتفاصيل. ففي كلام عن الصلاة أصلا، والكلام عن الصلاة في المرحلة المكية في السور المتعلقة بالمكية. تصوروا مثلا والذين هم على صلاتهم يحافظون، طب هذا مكية. ودائمون كمان مكية. في صلاتهم خاشعون مكية. تمام. إذا في أقل شيء 35% من ألفاظ المشتقة من صلوة في المرحلة المكية. وأهل الشرك كانوا بيعبدوا، وأصلا ما في أمة إلا ولا ما في أمة مهما بلغت من انحرافها إلا لها عبادة وتتعبد وتتقرب وتصلي بالدرجة الأولى، تصلي، لأنه أبرز شيء في عبادات الأمم كلها منذ عرفت البشرية إلى مجيء الإسلام الصلاة. ولذلك عندنا الصلاة إذا بتلاحظوا أول ما شرع الصلاة وذروة سنام عفوا يعني عمود الإسلام الصلاة. الصلاة من أول يوم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وضع للناس لإيش؟ للعبادة الصلاة. ليش؟ لأنه سمي مسجد، فإذا في سجود من أول يوم. وهو على فكرة المسجد الحرام الأرجح فيه إنه مبني من أيام آدم عليه السلام، بس مش وقته. ولذلك بتلاحظوا مساحته بتزيدش عن 100 متر مربع، لأنه البشرية كانت معدودين على الأصابع. إن أول بيت، لذلك بتلاحظوا إحنا محافظين على المساحة الأصلية في الكعبة. كيف بدأت الناس أول خلافة للبشر في الأرض والعلاقة الإنسان بالأرض وقيامه بالخلافة وعبادته لربه في هذا المكان اللي هو أم القرى، يعني أم الأمم اللي طلعت منها الأمم كلها، أم الأمم. إذا من أول يوم في صلاة. كل الدين وأي دين أول ما يبدأ فيه الصلاة. هذا بدل على موضوع قديش مهمة الصلاة في تربية الفرد والمجتمع. الصلاة لذلك من أول يوم في صلاة. حاجة الإنسان لصلاة مثل ما حاجتك أنت في الجسد للحركة والذهاب والإياب من أجل تقوية الجسد والمحافظة على الجسد. الصلاة النفس البشرية محتاجة الصلاة. الله خالق النفس البشرية محتاجة لموضوع الصلاة. طيب إذا كانوا أهل الشرك يصلوا، ما هو قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. مش موضوعنا مكاء وتصدية الآن. صفير وتصفيق، صفير وتصفيق شكليات يعني شغل غناني. طيب إذا كانوا يصلوا كيف صلاتهم؟ إسماعيل عليه السلام بيرجع ل 1000 يعني 1800 قبل الميلاد، يعني 2400 قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قبل نزول الإسلام 2400. قلنا سابقا إنه ال 2400 سنة هاي يبدو إنه العرب انحرفوا في آخر 400. إيش يعني انحرفوا في آخر 400؟ يعني ظهر الانحراف بشكل بارز في آخر 400 سنة، لأنه الانحراف بيجيش فجأة، بالتدريج، تدريج التحريف. فهو تقريبا 2000 سنة العرب كانت ماشية أمورهم. آخر 400 سنة بدأت تظهر فيهم الوثنيات بشكل واضح، بشكل واضح. طبعا بتكون جذور الوثنية موجودة وبدأت تتشكل عبين ما إنها تجد التربة المناسبة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم
قال انه عمرو بن لحي بالحديث الصحيح انه عمرو بن لحي هذا هو اللي جاب الاصنام وجعل العرب تعبدها. معناته العرب مهيئين، كانوا صاروا مهيئين. ثم الزعامة لها دور، الزعامة في كل العصور لها دور في انحراف الناس او انه مصحوا. الزعامة لها دور كبير انه عوام الناس او عامة الناس تصح او تنحرف. ومن هون بيجي يعني خطورة دائما الزعامات، سواء كانت زعامات دين وزعامات فكر، زعامات سياسة الى اخره، دورها في التأثير على باقي الناس. طيب اذا بيصلوا جماعة، كيف بيصلوا؟ مش قضية. وهل في صلوات الامم السابقة ركوع وسجود؟ ثبت في القرآن والاحاديث الصحيحة انه في سجود وركوع، هذا مشترك بين كل صلوات الامم. بس احنا بنشوف اليوم مثلا المسيحيين لما بيصلوا اليوم ما بنلاحظ لا في السجود ولا ركوع. بنشوف اليهود بيصلوا برضه لا ما في سجود ولا ركوع، بيصلوا مثلا عند حائط البراق، مش هيك؟ بيصلوا بطريقة بتعرفوها، ماشي؟ هل هي هيك اصلا؟ هو طبعا الصلاة في الاصل في المعنى اللغوي الدعاء، وسبق قلنا احنا في الالفاظ في المرة الماضية على وجه السرعة انه دائما بنقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية، وبنقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. هذا الكلام اللي قلناه في المرة الماضية. لكن كلمة صلاة ممكن مرات تعني الدعاء ومرات لا، بتدرك انت من خلال السياق انه مقصود فيها الصلاة اياها اللي بتقرب فيها الى الله والصلة بينك وبين الله. وليش الاهتمام بكل الاديان كلها بدون استثناء على الصلاة؟ حتى الوثني لما بنحرف بيصلي، مش هيك؟ بيصلي، وبيصلي مش للصنم بالدرجة الأولى، لما يرمز إليه الصنم، مش هيك قلنا في المرة الماضية؟ وذلك استخدم نعبدهم، ما نعبدهم مش ما نعبدها، لأن هي بترمز لشيء عاقل في الأصل كاين، ملائكة، زعماء، جن إلى آخره بيعبدوا وما نعبدهم بدون الواو. طيب نرجع إذا نبدأ في السورة بعد هذه المقدمة الضرورية، هذا الفرش، مشان نشوف انها السورة اولا هي مكية ونشوف ايش المقصود. أرأيت الذي يكذب بالدين، بسموها بعض العلماء سورة أرأيت. يعني البخاري لما عنون في البخاري عنون سورة أرأيت، واللي هي سورة الماعون. هون جيد نلفت انتباهكم بشكل عام أسماء السور اللي تكتب في السور، تكتب في المصحف أقصد، هذه كلها توقيفي. إيش يعني توقيفي؟ يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحيا. في أسماء اجتهادية من العلماء لا تكتب في المصاحف، فما يكتب في المصاحف من أسماء للسور توقيفي. إيش يعني؟ وحي. وإذا كان الوحي هو اللي يختار أسماء السور، إيش بيعني هالكلام؟ معناته وراها أسرار اللي هي لماذا سميت هذه السورة كذا أو كذا. وممكن سورة يكون لها أكثر من اسم توقيفي، فيكون اسمها سورة محمد مثلا وسورة القتال، سورة التوبة وسورة براءة، سورة الإسراء وسورة بني إسرائيل إلى آخره. مش موضوعنا أسماء السور. أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني أخبرني من ضمن المعاني هاي الآن معنى رأيت الذي يكذب بالدين، من ضمن المعاني أخبرني أنت بترى مين هو المكذب بالدين. أرأيت إذا تأتي أحيانا بمعنى أخبرني، أرأيت أخبرني شو بتعلم، وصلتك، لأن الرؤية هون رؤية إيش؟ معرفية، لأنه الرؤية بتعرفوا رؤية بصرية ورؤية معرفية قلبية، مش هيك؟ مش أنت بتقول مرات أرى، شو بتقصد بأرى؟ إما قصدك ترى بعينك شيء أو ترى برأيك مش هيك؟ طيب إذا أخبرني مين اللي المكذب بالدين في عرفك وفي فهمك وتعريفك. أرأيت الذي يكذب بالدين، طبعا هذا فهم من أفهم
بس يعني ممكن تفهم بأكثر من طريقة. أرأيت الذي، بس الآن بدنا ناخذ فهم ونمشي شوي. أرأيت الذي يكذب بالدين، أخبرني مين اللي بكذب في الدين بعرفك؟ تيجي المفاجأة الآن. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وكنتوا انتم ممكن تعرفوا المكذب بالدين مثل هذا التعريف؟ عجيب التعريف، وإذا به تعريف سلوكي. ديروا بالكم اللي جوا من عقائد وتصورات تنعكس سلوك. السلوك ممكن يأثر على الاعتقادات، الاعتقادات تؤثر على السلوك، السلوك على الاعتقادات. هذه اللي بسموها العلاقة الجدلية، بسموها العلاقة الجدلية، لأنه أنا في عندي تصورات معينة تنعكس سلوك، في عندي سلوك معين يؤثر على اعتقادي. لذلك دائما مثلا الناس اللي سلوكهم غير عفيف هم اللي بيكونوا يقولوا لك مثلا في موضوع زي موضوع الزنا، وايش فيها؟ هذه حريات، هي صفت على القناعة، بس هي اساسها ايش؟ سلوك، مش اساسها القناعة. لا، هذه سلوك ادى الى تحريف في القناعة مشان يبرر او يسوغ سلوكه. تمام كيف؟ اذا ومرات احنا لما بدنا نغير الامم على فكرة في سلوكها، بدنا نغير الامم في سلوكها، لابد من تغيير في قناعاتها وافكارها وتصوراتها. اذا في احيانا نجد في خلل في عند البشر، خلل سلوكي وفي التصورات. كيف بدا الاسلام؟ اذا بتلاحظوا بدا الاسلام في المرحله المكيه واستمر في المرحله المدنيه كلها يغير في التصورات الاعتقاديه والمفاهيم، وفي نفس الوقت يطالبك بسلوك. بس هو بيطالبك بسلوك مشان يساعد على تغيير السلوك. ايش عم بيطالبك؟ بتغير او غير لك مفاهيمك. فديروا بالكم خطيره هاي القضيه. اذا غيرت في مفاهيم الناس بتغير سلوكهم. مرات اذا تغير سلوك واحد ومشي شويه في الطريق الخطا بتغير فكره. ومهم هذه بيسموها العلاقه الجدليه بين الفكر والسلوك، الفكر والسلوك. ولذلك احنا دائما في تربيتنا الاسلاميه لازم نركز على الاثنين مشان يصح اعتقادات الناس ويصح سلوكها. لازم نركز على الاثنين مع بعض، تصحيح تصورات الناس وتصحيح سلوك الناس. بالاثنين لما يكونوا يجتمعوا مع بعض بيطلع عندنا الصورة المثالية المطلوبة. اما تيجي تقول لي انه نصحح سلوكه بس بزبطش، نصحح مفاهيمه بس بزبطش. يعني احنا مش فلاسفة. إن الفيلسوف قناعاته قاعد، ما فيش عمل، ما فيش سلوك، فيش تأثير. لذلك مين اللي بيأثر في المجتمع دائما؟ اللي بيأثر في المجتمع دائما وبصلحه هم الناس أصحاب الفكرة السوية السالكة اللي بيسلكوا فيها وفعالين فيها. دائما الفلاسفة وأصحاب النظريات هذول في بيوتهم قاعدين ما بيأثروا في المجتمعات. الناس الفعالين هم أهل السلوك، بيعملوا فكرة سوية ينبثق عنها سلوك. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ وجدنا هنا في كلام عن سلوك. ليش؟ لأنه السلوك معبر عن إيش؟ عن فكرة، فيش مجال تفصل. ولذلك جماهير العلماء من أهل السنة والجماعة يعرفون الإيمان تصديق بالقلب، إقرار باللسان، عمل بالأركان. عمل. أبو حنيفة فقط رضي الله تعالى عنه هو اللي قال الإيمان فقط تصديق بالقلب، تصديق بالقلب وإقرار باللسان. يعني قبل أبو حنيفة أنه يقتصر تعريف الإيمان على التصديق بالقلب وإقرار باللسان عبر شهادتين بشكل. أبو حنيفة فقط. باقي العلماء المذاهب قالوا لا يكون إيمان حتى يكون إقرار باللسان، عمل بالإقرار، عفوا، تصديق بالقلب، عمل وإقرار باللسان، وعمل بالأركان، أساسيات الدين أقل شيء حتى يعدوه مؤمن. والقرآن الكريم لما بترجع أنت للقرآن الكريم دائما بتجدوا آمنوا وعملوا بفصلش. آمنوا وعملوا
حتى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. شوفها، حتى العمل لازم يكون منبثق. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لابد من الإيمان. فالصحيح أنه حقيقة الإيمان هي تصديق وسلوك، عمل. لذلك هنا في هذه أرأيت الذي يكذب بالدين، اخبرني مين المكذب بالدين. نتفاجأ وإذا بيتكلم لنا عن قضية سلوكية، لأنه أصلا هذه السلوكية لا يمكن إلا أن تنبع عن إيش؟ عن قناعة داخلية. طب نشوف. فذلك الذي يدع اليتيم، أول شيء خلينا يدع. شوفوا حتى التعبير يدع، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، دفع شديد وجلافة. لأنه على فكرة ليش هم يدعون إلى نار جهنم دعا؟ ما أنتم بتعرفوا لأنهم بيكونوا جماعة تدفعوا دفع. كيف لما بيكون خايف من إشي الواحد ومرتعب منه وما بدوش يروح، كيف بقضوه؟ بالدع، كل جلافة وشيك. فهي حتى موسيقى إذا صح التعبير، الكلمة واضح فيها جلافة وفيها إيش؟ يوم يدفعون بشدة إلى نار جهنم دعا. طب نرجع. فذلك الذي يدع اليتيم، أولا يتيم. لاحظوا إيش بدها تكشف هاي يدع اليتيم. أول شيء يتيم، شو يعني يتيم؟ هو اليتيم لا يكون يتيم حتى يكون صغير، لأنه إذا كبر ما عادش يتيم. بشك إذا كبر ما عادش يتيم، إذا هو صغير. شوفوا قديش الصغير بيستجلب رحمة الناس. يعني طبيعة الإنسان دائما الصغار مالهم، الصغار هم نفسهم من أول ما تشوفوا أنت بترق له. بشك. طيب ممتاز. اثنين، هذا الصغير فاقد النصير، اليتيم، لأنه غالبا بيفقد مين؟ الأب. ليش الأب هون بالذات؟ لأنه احنا في باب النصير الحامي، بشك، المحافظ على الحقوق، التفاصيل هاي كلها. اليتيم تصور صغير وفاقد النصير. طب هذا مين ما بيرقلوش؟ هذا واصل مش لدرجة انه ما بيرقش، يعني كل دواعي الرقة موجودة. صغير، ضعيف، فاقد النصير، بشك. مين ما بيرقش؟ الآن مش المطلوب ترق. تصوروا بوصل الأمر في بعض البشر يدع اليتيم. طب هو الأصل يترق له. طب واللي ما بيرقش وما بيدعش برضه هذا جلف، هذا قلبه قاسي، بشك. طب تصور انه توصل فيه القسوة، شوفها، توصل فيه القسوة إلى درجة انه يعامل اليتيم اللي قلنا عنه بجلافة، ويدفع دفع، سواء كان بدفعه عن حقوقه او بدفعه لما بده حدا يلجأ له. تصوروا شو هذا؟ في بشر هيك؟ في. طب ليش بوصلوا لهذه الدركات؟ يعني ممكن الإنسان يوصل إلى هذه الدركات. لاحظوها. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. نيجي الآن لقضية المسكين. لاحظوا، في الأول جاب لك يتيم. إيش اليتيم؟ صغير، فاقد للنصير، يعني ما فيش، كل البشر بترق. هذا بتوصل فيه الأمور إلى أن يكون جلف مع هذا الصغير. لاحظوا، هاي الصورة الثانية. ما هو من باب أولى مع الناس التانيين شو راح يكون؟ الثاني المسكين. طب ليش ما قال الفقير؟ المسكين ليش ما قال الفقير؟ وليش قضية ولا يحض على طعام؟ ليش طعام؟ أولا اليتيم المسكين بيكون فقير، لكن شو الفرق بين فقير ومسكين؟ والقرآن فرق كثيرا، خصوصا في قضية لما تحدث في مصارف الزكاة، وفي أكثر من مقام فرق القرآن بين فقير ومسكين. طب ما هو المسكين فقير. الفقير عندما يذل فقره. يعني في ناس على فكرة بيكون فقير
ومتماسك، فقير ومتماسك ومعنويات كل شيء تمام وصبر ومش متأثر، هذا فقير. تمام. بس في فقير بيكسروا فقره، بيكسروا بحيث ايش؟ يستكين فيصبح ايش؟ مسكين. مسكين بضغط ايش؟ بضغط الحاجة. طب كل واحد ضغطة الحاجة بتمسكن؟ لا، في منهم ثابتين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، مش ظاهر عليه مسكنة. لكن هذا انكسر، كسروا ضعفه الاقتصادي وحاجته، كسرته، فظهرت الآثار، ذلته وخضوعه وسكونه نتيجة ظهرت عليه. هذا اسمه مسكين. طب هذه الحالة على فكرة مش بتستجلب كل عطف؟ تستجلب كل عطف ولا لا؟ يعني الفقير اللي ممكن يكون شايف حاله، بعضهم متكبر على فكرة وشايف حاله فقير على ايش؟ وشايف حاله. تمام. هذا ممكن فقره مع هيك، مع تكبره حتى ما يدعكاش لانه ترك له، لكن من كثر حاجته انكسر. اي واحد برق له، مش هيك؟ طيب اثنين في موضوع الطعام بالذات، هذه ما بتحتمل. الطعام بالذات اللي هو يعني ايش المقصود؟ بيعيشوا البشر من دون طعام؟ طب لو انتم عارفين انه في كلب برا الدار، عارفينه جائع ومش لاقي طعام، كلب، يعني بتعرفوا تناموا هذيك الليله؟ بتعرفوا تنام هذيك الليله وانت سامعه بصيح لانه جوعان وعارف انه جوعان؟ لان هذه حاجه الكائنات كلها للطعام. وتصور لما يكون انسان لا يجد الطعام. اثنين، وحاجته كسرته وخلته مسكين يسكن. طيب ولا يحض، يعني تصل فيه قسوة القلب، تصل في هذا الإنسان قسوة القلب إنه يرى المسكين المحتاج للطعام، لأنه ممكن يكون محتاج لوظيفة مش قضية، محتاج لبعض الملابس مش قضية، أكل مش طعام. أيما أهل عرصة حارة، يعني أيما أهل عرصة حارة بات فيهم امرؤ جائع. طبعا هم بيعلموا، وهو بيعلم، برئت منهم ذمة الله ورسوله، لأنه مش معقول امرؤ جائع بغض النظر عن دينه، مش ما قلناش مسلم هون، إنسان مين ما يكون. انتبهنا؟ يعني انت مش تقول امرؤ جائع يعني مسلم، لا، هي فيش فيها مسلم ومش مسلم. طب ما هي امرأة مومس كما جاء في الحديث، سقط كلب فغفر لها. والرجل اللي نزل بئر وشرب وطلع، ما هو في بعض الابيار بتكون درج، وشرب وطلع فرأى كلب يأكل الثرى من العطش، نزل عباله وشرب فغفر له. في كل كبد رطبة أجر، مش بس بالإنسان وبالحيوان كمان، في الحيوان. لذلك عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. طيب إذن هذا المكذب بالدين اللي بوصل لهذه الدرجة، هذا المكذب الحقيقي. إذا في مكذب، هذا اللي وصل فيه يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وإذا كان هذا الإنسان مؤمن وغير مكذب في الدين وكان يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فطريقه إلى أن يكذب في الدين. مش قلنا لكم علاقة جدلية؟ إذا هيك سلوكه ينتهي هيك، وإذا هيك سلوكه يدل على أنه هو مكذب مش صحيح. كل المزاعم مرفوض لأنه مش شايفين، لأنه الإيمان بده يبين، مش شايفين في هذول القضيتين الأساسيات. مش هيك؟ أنت يعني ما تتعاملش مع الضعف والضعفاء بطريقة تدل على أنه موجود عندك إيمان. هذا بدل على أنه الإيمان سلوك. وممكن الإنسان يكون في البداية مش جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
في الأحاديث اللي مجمل طرقها صحيحة، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه، شو قال له؟ لاحظوا الآن الانسجام بين الحديث والآيات. لما أجى بده يشكي في قسوة قلبه شو قال له؟ امسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين. انتبهتوا؟ يعني هن التنتين هذول. إذا معناته لحظة، إذا هذا شو بيعني؟ لاحظ، إذا لما جاء رجل وشكى للرسول صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، قسوة القلب تورث أحيانا مسائل كثيرة ممكن توصل في النهاية قسوة القلب إلى إلحاد وتكذيب في الدين. لاحظوا، فشكى قسوة قلبه، ما انتظر الرجل، لأنه قسوة القلب إذا استمرت ممكن تزداد. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. مش هيك؟ فإذا قسى القلب فشكى، فقال له امسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين. معناته هذا السلوك اللي هو، لاحظوا، الرحمة باليتيم وإطعام المسكين من الوسائل اللي نستخدمها في ترقيق القلوب. هذه وصفة الرسول صلى الله عليه وسلم. مش معناته بس هي أعطاه وصفة، هي الوصفة الوحيدة؟ لا، فيما يتعلق ايش؟ بقسوة القلب وكيف تتم معالجتها. طيب، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. طيب، الآن قريش كانت تصلي، ولكن ليست الصلاة اللي جاء فيها إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام. إبراهيم عليه السلام وإسماعيل كانوا معلمينهم الصلاة الصحيحة والحج. وأذن في الناس بالحج، من اللي وأذن؟ إبراهيم عليه السلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إذا كانت هذه العبادات معروفة وبدت الناس تنحرف شوي، زي ما اليوم المسلمين كيف انه بتجد انه في ناس صاروا بيشبهوا الوضعية اللي فيها أهل الشرك. مش موجود. فويل للمصلين، في وقفة هون، في آية اكتمل المعنى. انتبهتوا كيف؟ هون إذن فويل للمصلين اكتمل المعنى. الدليل على اكتمال المعنى موجود آية، مش كانت الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا، فويل للمصلين. هو بده يعلن عن إعلان إنه في مصلين يصلون. طب كيف صلاتهم مش بتعنيناش؟ قلنا ما في أمة خليت من صلاة. لذلك علماء ما يسمى بمقارنة الأديان شو قالوا؟ وجدنا، هذول اللي بحثوا في العالم كله في الغابات والتفاصيل، قالوا وجدنا بدون فنون، وجدنا بدون علوم، ولم نجد أمة بدون دين. فيش، ولم نجد أمة. وحاولت الشيوعية تنزع الدين، انهارت الشيوعية وبقي الدين. تمام؟ وجدنا بدون فنون، وجدنا بدون علوم، ولم نجد أمة واحدة. الدين حاجة ملحة للإنسان. أصلا بدون الدين فيش شيء له معنى. بدون الدين حياتك شو تعني؟ التضحية ايش؟ القيم ايش؟ التفاصيل كله خلصنا. بدون دين خلاص. ليش أصلا ليش الاستمرار في الحياة؟ يعني شو مسوغات الدين؟ وبهمش أكرر المثال اللي دائما بعطيه للتعبير عن الدين. شو هو؟ مثال قلناه كثير وكررناه. جهاز كهربائي، ايش هذا؟ قال هذا بيفتح التلفزيون، وهاي الكبسة مشان الصوت، وهاي مشان الألوان، وهاي ممتاز. هذا طالما التلفزيون ايش؟ مشبوك في الكهرباء. طب انزع الكهرباء وقل لي اي قطعة لها معنى؟ ولا قطعة لها معنى. اسحب الدين، ما هو الدين ولا شيء في الدنيا له معنى. خلاص. لذلك الملحد الذكي بيكونش حي، بيكون انتحر من زمان. الملحد الذكي ولا هذول كذابين الملاحدة اللي مستمرين في الحياة وبيقول لك قيم واخلاق وبصير شو
شو بصير اذا انت صدفه اوجدتك الماده صدفه، يعني انت دفعت الصدفه الماديه هاي وظلك مستمر، ليش يا اخوي؟ يعني قبضها جد ليش؟ ما هي صدفه من اصله، ما هي صدفه من اصله، انت قابضها جد ليش؟ ومتمسك فيها كمان، خير يا اخوي. وبتقول لي قيم ومبادئ، منين جت هاي القيم والمبادئ؟ مين جابها يعني؟ احنا اخترعناها؟ يعني واحد بيخترع شيء وبيلتزم فيه؟ فهون اذا الدين هو اللي بيعطي كل شيء معنى، وبالتالي الصلاة هي الصلاة عبر التاريخ البشرية كلها من آدم حتى محمد، البشرية كلها بحاجة للصلاة مشان تصنعها. ديروا بالكم، الصلاة هي اللي بتصنع، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تصنع. ولذلك ما يظنش بعض الناس اللي بيتركوا الصلاة وبقول لك أنا إيماني لن يتزعزع، وخبرنا منهم ناس مش صحيح إنك راح تبقى مؤمن، ولا صحيح إنه سلوكك راح في ناس بيكونوا يصلوا تفاصيل، هو مش مدرك إنه هو ترك الشيء اللي بيصنعه وبيبنيه وبيحميه، تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأنه هذا الخالق اللي خلق هو اللي بعث الكتالوج، مش الصانع هو اللي له حق. هذا إذا الصانع البشري له حق إنه كتالوجه هو اللي يمشي. طب كيف لما يكون الصانع هو الرب مطلق العلم مطلق الحكمة، مش هيك؟ فإذا هو من أول يوم للبشر صلاة مستمرة. الفوائل للمصلين أنا في رأيي مش صحيح، ملهاش علاقة فينا إحنا المسلمين، بس فينا راح يكون ناس فينا في مجتمعنا ناس بيشبهوا اللي خوطبوا في حينها، لأنها مكية الآية. فويل لأن كانوا يصلوا، ويل لهؤلاء ويل للمصلين. ما هو عم بتكلم عن واقع، أصلا المسلمين العاديين كانوا أقلة، وجزء منهم تخفي بإيمانه ومش مخاطبين هم أصلا هنا. المخاطب قريش والسورة مكية. فيما بعد ممكن ناس يقولوا في المرحلة المدنية كان في منافقين بيسلكوا نفس السلوك، هذا موضوع تاني. ممكن ناس يجي يقولوا واليوم في ناس بيسلكوا نفس السلوك. فويل للمصلين اكتمل المعنى، الآية عند هون خلاص. ديروا بالكم الآيات زمان كانوا في بعض المصاحف طالعة، والآن بطلتوا تجدوها هاي المصاحف موجودة في الأسواق، لأنه كانت غلط من أصله. كنت تجدهم حاطط في نهاية الآية لا، يعني لا تقف. شو يعني لا أقف؟ هي معنات آية معناته بقف خلاص. الرسول أصلا كيف كانوا يعرفوا الصحابة إنها آية؟ لما بوقف على رأس الآية خلاص معناته هون آية. فكنت تجد في المصاحف كل الآية لا 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 لا. شو هذا؟ منين جبتوها؟ لا ما أوقفش. لذلك ما بتجدوش المصاحف هذا اليوم موجودة، بعد ما صار في وعي وعلم وتتبعت اللجان المسألة وإلى آخره. أبدا خلص نهاية آية فيش لا، يعني في نهاية آية توقف، فأنت كانت توقف فويل للمصلين خلاص. طبعا بتتفاجئوا أنتم زي لما أقول ويل للقاتل. أنو قاتل؟ طب بلكي الدفاع عن النفس، بلكي قاتل اللي بيقتل قاتل أبوه، بلكي اللي بيقتل لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلا بإحدى ثلاث. إذا ويل للقاتل؟ لا، بينصرف الذهن معناته هذا القاتل المقصود فيه قاتل بباطل. ويل للمصلين، إذا هو بيقصد جماعة بعينهم، هذول اللي بيصلوا ويل لهم. ليش؟ لأنهم هم الصلاة اللي شرعت لهم. ما هو على فكرة للنصارى شرعت صلاة، ولليهود شرعت صلاة، وللمشركين قبل ما يشركوا مشرعة صلاة، وكانوا بيحرفوا فيها ومستمرين وأعطوها صور جديدة. وللمسلمين صلاة، كل أمة جاءها نبي لها صلاة، ومش بس الأمم، كل قد علم صلاته وتسبيحه. مين؟ حتى الكائنات كل قد علم صلاته، حتى الطيور كله له صلاة. فويل للمصلين، المقصود فيه المشركين في مكة، ويل لهم. ما أنا الآن ليش معني أركز على هاي؟ لأنه هاي تلتبس على الناس كثير لما بيقروها. ويل للمصلين بوقف، ما في آية خلاص اكتمل المعنى. إذا هو بيخاطب، هي السورة مكية وبيخاطب ناس بعينهم. ويل لكم يا من تصلون، ما انتم هم بيصلوا بدهم يجوا يوقفوا. عجيب، هم المشركين. ايش ويل لنا واحنا بنصلي؟ ايش ويل لنا واحنا نتقرب الى الله وبنعبد الاصنام؟ صحيح ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله. ويل لكم يا من تصلون. عجيب.
احنا بنصلي ويل إلنا طبعا، معناته بدكم تبحثوا شو صلاتكم هذه، ولا ليش قلنا لكم ويل؟ ما انتم بتصلوا، هيا سماهم مصلين مش هيك؟ ويل للمصلين، بدهم يوقفوا. ويل للمصلين، احنا اللي بنصلي، احنا اللي نحج، ويل للحجاج اذا بيحجوا، ويل للصائمين. معناته في خلل في الموضوع. ما قال لي ويل لانه بيعرفوا الناس انه اللي بيحج كويس، اللي بيزكي كويس، اللي بيصوم كويس، اللي بيصلي كويس. عم بيقول ويل للمصلي، ويل للمزكي، ويل. انو مزكي اللي ويل له؟ ويل للحاج، انو حاج هذا اللي ويل له؟ عم ننتبه. ويل للمصلين، وقف مشان وصلت الرسالة. معناته في الاصل في المصلي انه ليش ويل؟ معناته في اشي. الذين هم عن صلاتهم ساهون. لاحظوا اولا هو ما قال الذين هم في صلاتهم ساهون. يعني انت بتكون في صلاتك وبتسهى، ما لها علاقة، مش موضوعنا هذا. هو مش عن هذول بيحكي، مش بيحكي عن المسلمين اللي بيصلوا، مش بيحكي عن المسلمين اللي يسهون في الصلاة. هو لأنه كلمة عن فيها معنى تجاوز وابتعاد، مش هيك؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هون ساهون بيقولوا العلماء انها بمعنى يغفلون عن الصلاة. وخلينا نوضح الفرق بين الساهي والغافل مشان نوضح ايش يعني عن صلاتهم ساهون. في ساهي وفي غافل، والفرق بين طبعا هم في كتب التفسير شو بفسروا لا تأخير الصلاة ولا غير. هذه مش هذا الموضوع. اصلا الصلاة باركانها والتفاصيل كانت في المرحلة المدنية. في المرحلة المكية كان في نوع من الصلاة، في صلاة في المرحلة المكية، ولكن الصلاة بتفاصيلها اللي بتعرفوها الآن هذه في المرحلة المدنية. يعني في المرحلة المكية كان في نوع من الصلاة، وفي المرحلة المدنية صارت في التفاصيل اللي بنعرفها. لأنه أنتم بتعرفوا أنه ليلة الإسراء والمعراج فرضت الصلوات الخمس قبل الهجرة بسنة. طب وقبل هيك ما كانوش يصلوا؟ بلا كانوا يصلوا. تمام. فيش دين ما بيبداش بالصلاة، فيش دين ما بيبداش من أول يوم في الصلاة. حتى لما بدأ الإنسان أول يوم في حياته على الأرض. طيب، فويل للمصلين، قديش معناه؟ طيب، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أوش الفرق بين، طالما بيفسروا ساهي بمعنى غافل عن صلاته، لا، هو الغافل ايش بيفترق الغافل في اللغة عن الساهي؟ أولا أنت تغفل عن شيء وتسهو عن شيء. طب ايش الفرق؟ ايوه، لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. مين اللي بيعمل قاعد؟ الظالمون. شوف اللي بيعمل مين؟ الظالم. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل، فالغفلة تكون عن عمل الآخرين. هي أول قضية. زي واحد غافل ابنه شو بيشتغل، زي واحد غافل في الدار عن ابنه شو بيشتغل، فراح وابنه مثلا وحرق ايده الصغير لأنك غافل عن الولد. فالغفلة تكون عن عمل الآخر، وأما السهو عن عملك أنت إنك تعمله. لاحظوا، النسيان عن إشي كنت كان فنسيته، إشي كان فنسيته. بس السهو عن إشي لازم يكون وما عملتوش. كمان مرة، هاي فرقنا بين نسيان وسهو وغفلة. نسيان وسهو وغفلة. السهو، النسيان بنسى إشي كان في الماضي، هذا النسيان. السهو عن إشي لازم أعمله وما عملتوش، لازم أعمله أنا، زي سجود السهو. لأني أنا شيء لازم أعمله فسجدت سجود السهو اللي أنا ما عملتوش.
اذا النسيان لشيء مضى بنساه، نسيت ما عدتش اتذكره. السهو عن شيء لازم كنت اعمله وما عملتوش انا، والغفله عن عمل الاخرين. والسهو عن اشي كان يجب ان يكون، والغفله عن اشي كان. تمام؟ اذا معناته ما نفسرش السهو بمعنى الغفله. هذه شو بيكون القصد؟ بيكون القصد من العلماء قلب الصوره عندما يقول فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني غافلون. لا، هم يصلون ولكنهم لا يدركون ان صلاتهم المشرعه لهم وصلاتهم الحقيقيه هم غافلين عنها. طبعا والادق نقول ايش؟ سهوا عنها وراحوا لغيرها. يعني شو اللي كان لازم يفعلوا؟ زي ما جاهم اسماعيل عليه السلام وزي ما تناقلتهم الاجيال، هم هذا كله سهوا عنه، كان لازم يفعلوه، مش عم بفعلوه. والخطوره هون تكمن وين؟ انه لما الامم بتحرف الشرائع فبتروح لشريعه جديده وبتنسى الشريعه الاولى، هذا خطر عظيم. دائما على فكره ممكن تجدوا اليوم اكثر ناس بيقاوموا الاسلام مش الملاحده، قصدي الوثنيات، السيخ مثلا نفرض، او الشنتيه او البوذيه او الهندوسيه، مش هذول اللي ليل نهار بفكروا في الكيد للحق. تجدوهم اهل الكتاب، لانه هذول اصحاب دين سهوا عنه. انتبهتوا شو سهوا عنه؟ يعني اعطاهم الله هذا الدين، فشو عملوا؟ غفلوا عنه، يعني سهوا عن القيام في حق قيامه. فالصلاة اللي اعطيت لهم لما سهوا عنها معناته صاروا يعطوا صورة جديدة. لما بيعطوا صورة جديدة هذه خطيرة جدا وانحراف هائل. الساعة الوثني ممكن يصفي افضل. فويل للمصلين، المخاطبة قريش مشان يلفت انتباههم. ولا ايش الصلاة؟ بده يردهم لدين اسماعيل. هل كتب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لما وقفوا في عرفات، انتوا ليش لما بتوقفوا في عرفات بنستنى عبين ما تغيب الشمس ثم ندفع من عرفات الى منى؟ عارفين ليش؟ لانه كانوا المشركين محرفين دين اسماعيل، والدفع عندهم مع الغروب والشمس بتغرب. يعني انه كان هاي ديروا بالكم التعامل مع الشمس وعباده الشمس والتفاصيل هاي كلها دخلت وثنيات. فهم كانوا دفعهم من عرفات لمنى، اذا بيحجوا هم بس حرفوا الرساله. طب بطوفوا حول الكعبه ولا بطوفوش؟ كانوا بس كانوا حاطين اصنام، مش هيك؟ ليش حمزه مش كان يروح يصيد الاسود وبعدين هو مروح تلاقيه يجي قبل ما يروح يجي يطوف حول الكعبه في الجاهليه؟ كلهم كانوا. لكن لما تحرف العباده وتخرج عن ويسهى عن حقيقتها، افهموها؟ لاحظوا، يسهى مش يغفل، لان انت بتغفل عن عمل الاخرين وبتسهى عن العمل اللي انت كان لازم تفعله وما بتفعلوش. قاعد زي اللي سهى بالصلاه، كان لازم يصلي 4 ركعات صلى 3، لا كان لازم 4، فانت سهت عن انك تجيب الرابعه. فبسهوا عن الصلاه، يعني مش بسهوا في الصلاه، سهوا عنها فاخرجوها عن حقيقتها وسهوا عن ما يجب ان يقوموا به. فويل لهؤلاء. ليش؟ لذلك الشافعي رضي الله تعالى عنه راى من بين المذاهب انه الكافر مخاطب بالاحكام كلها. يعني في بينه وبين باقي العلماء صراع شديد انه هل الكافر مخاطب بالاحكام الشرعيه والتكاليف؟ الشافعي يرى انه نعم، الكافر مكلف بكل ما كلف به المسلم، واذا ما بيعملش يكون عقوبته شديده واشد كمان. ومن ضمن الاشياء اللي بتاكد كلامه فويل للمصلين، وكان الخطاب لقريش، الذين هم عن صلاتهم الحقيقيه والتي شرعت لهم وابائهم مشوا عليها واستمرت اجيال اكثر من 2000 سنه، ثم هم سهوا عنها، اي لم يعودوا يقوموا بما كان يجب ان يقوموا في صلاتهم. الذين هم، دائما الوقت بضيقنا خلينا نسرع في هاي. الذين هم، لحظه، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون،
الذين يراءون ويمنعون الماعون. بتصفي عندهم الصلاة شكليات، مناسبات، مراءة. لذلك بتلاحظوا بعض الناس لا بصوم ولا بصلي ويوم العيد بيجي لا بصوم ولا بصلي يوم العيد بيجي، بقول لك مش معقول، وبروح على المقبرة كمان. هون يعني بتجد انه موجود هذه الصياغة، انه تجدوا تم التحريف وتمسكوا شكليات مراعاة، ويا ناس شوفوني واتيكيت ومش اكثر، يعني مش صلاة جوهرية، مش حقيقة. الذين هم يراءون الناس، مش قال عنهم يراءون الناس؟ سواء كان بتقولوا للمنافقين مقصودين، ما هو المنافقين زي هذول، ما هو المنافقين كان يوقف الواحد بيجوز يصلي ومش متوضي، لانه بده اهم شيء عنده يشوفوني. ويمنعون الماعون. هون كان لازم نوقف كثير بس باختصار، لانه هي مهمة، لانه اصلا السورة سميت الماعون، اصلا السورة سميت الماعون. تتجامل غالبا في القليل ولا في الكثير؟ تتجامل في القليل، وذلك المفسرين لما اعطوا صور تتجامل الناس اذا بالقليل. اذا وصل الانسان الى درجة انه يمنع نفعه القليل عن المجتمع، شو ظل في خير هذا؟ شو ظل في خير؟ وعلى ما يبدو لما بيتم انحراف في اهم عبادة شرعت للبشرية، كل البشرية بيتم الانحراف فيها، ممكن توصل الدركات، يوصل الانسان الى دركات. اولا بتصير همه الدنيا، ومن هون بينشأ الرياء، لانه اللي همه الدنيا مين المرائي؟ هو اللي همه الدنيا. وحتى اذا اعطى بيكون شو قصده؟ ياخذ. اذا اعطى ياخذ جاه مثلا، اذا اعطى ياخذ سلطان، اذا اعطى ينتخبوه، اذا اعطى انتبهتوا، يعني بيكون حاسبها. هو ما اعطاش، هو برائي، ومش مستعد يعطيك القليل الا اذا بده ياخذ الكثير. حتى القليل بمنعه. طب ليش نوصل لهذه الدرجة؟ لانه عشش في قلبه الدنيا. طب شو كان ممكن يمنع انه يعشش في قلبه الدنيا؟ لو اخذ البرنامج التربوي الاسلامي على حقيقته، اللي هو متمثل بالدرجة الاولى صلاة بدون ما نسهى عن اي شيء منها، عن يعني كيف قيلت لنا هي بالضبط، وباقي البرنامج التربوي. ولذلك مش ممكن انسان على فكرة يبقى قلبه يعني او ايمانه وسلوكه الا لما بيمارس البرنامج التربوي الاسلامي. هذه صلاة، هذا صوم، هذا زكاة، هذا بالطريقة الصحيحة، لانه ممكن ينحرفوا الناس وتصير شكليات وتصير مراءة. بيوصل الانسان لحضيض، كيف الحضيض اللي رأيت الذي يكذب بالدين شو كان سببه؟ وقلنا العلاقة الجدلية. وهون في مسألتين. المسألة الأولى اللي فيش صلاة معناته في دنيا، فيش صلاة في دنيا على طول. ولذلك احنا بنستغرب هالمجرمين الموجودين في الأرض من زعماء وغيره، من صغار وكبار، كيف هذول بيوصلوا لهذه الدرجة؟ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.